أقسم بالله نقول الحق. سيد نكاز، مشاهدينا الكرام، بدأت الجلسة. أنت مستقر في الجزائر؟ استقريت في الجزائر خلاص؟ راني في الجزائر، راني مع الوالدة. مع الزوجة والابن ولا كيف؟ نعم، ومع الوالدة. يعني زوجتك الأمريكية؟ نعم، هي تجي وتروح. راهي في شلف؟ في شلف، في الدوار السيلية، مدينة عين مران، مش بعيدة على مدينة مازونة في ولاية غليزان. والابن يعني تأقلم مع الدوار سيد نكاز؟ شي حاجة سهلة عليه، مي صافا. بعد حياة بعد رغد أوروبا. هو عنده 4 جنسيات. عنده جنسية جزائرية، أمريكية، فرنسية ومن أوروغواي. نعم. أيضا هو يعني مفتوح بالنسبة للعالم. 4 جنسيات، والآن هو مقيم بدوار في الشلف. نعم. فقال لي لازم التربية في الجزائر راهي شوية ناقصة بزاف. فقال لي لازم التربية في الجزائر راهي شوية ناقصة بزاف. فقال لي لازم التربية في الجزائر راهي شوية ناقصة بزاف. كيف تربية ناقصة؟ تعليم يعني ناقص، لازم المستوى شويه يطلع. وين يدرس هو؟ عنده الشيخ في الدار. وين يدرس هو؟ عنده الشيخ في الدار. وين يدرس هو؟ عنده الشيخ في الدار. أقسمت بالله سيد نكاز. نعم. أقسمت بالله؟ ما نلعبوش. يعني تدرسوا في البيت؟ نعم. تدرسوا في البيت؟ نعم. نعم. نتمنى له التوفيق. أمين إن شاء الله. نعم. نتمنى له التوفيق. أمين إن شاء الله. شوفوا الخدعة كي داير، شوفوا هذا الجاسوس. فيقوا يا الشعب الجزائري، يا الشبيبة الجزائرية، يا الشعب الجزائري، فيق، ردوا ضغمي دركم موسيقى عرقاد. فيقوا شوية، فيقوا بالطريقة القانونية، فيقوا بالطريقة السلمية، فيقوا بالطريقة الديمقراطية، بصح فيقوا.